علشان يشبهلك حبيته، علشان يشبهلك بدأ يستغلني. ناس كتير بتقع في فخ الاستغلال العاطفي علشان كل واحد فينا بيبقى عنده في مخيلته موديل معين هو عايز يرتبط بيه او عايزه يبقى هو اللي يكمل معاه حياته، سواء كان امه، اخته، حبيبته القديمة، الحاجات اللي هو ما قدرش يحققها او ما شافش فيها اللي هو عايزه، بس كان بيتوهم فيها الكمال. كتير منا بيبدلها بشخص تاني وهو معتقد ان هو ده اللي ممكن يوصله للي هو عايزه، بس للأسف بنكتشف في الآخر ان احنا رحنا في مكان بين نقط ضعفنا، وبدأ الغير يستغلنا من خلالها. ودي حاجة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها. لما تلاقي كل الموضوع اللي هو بس انت خلي بالك من نفسك، او انت انصح نفسك، او انت خد بالك انت مش في الاتجاه الصحيح في التعامل معايا. في الوقت ده حاول على قد ما تقدر ان انت تاخد خطوة لورا وتبص لكل حاجة حواليك. بص انت اخترت مين ومين شبه مين، مع ان العلم كل واحد فينا في منه نسخة واحدة بس، مفيش حد شبه التاني. حتى لو كان في بعض التشابهات ممكن تحصل، بس كل واحد فينا هو نفسه. لو لقيت نفسك اتخذت في السكة دي، خد خطوة لورا وبص حواليك وبص لنفسك قبل ما تبص على أي حد تاني. اختيارات النجاة طول عمرها اختيارات صائبة. أتمنى لكم حياة سعيدة وأشوفكم على خير. باي باي.